أهلا بكم ملهمين في قصة جديدة، وقصة النهاردة من أحداث حقيقية، وده معناه ملهم منك ليه؟ إنك تحضر قهوتك وتدخل أوضتك وتطفي النور، عشان أنت دلوقتي مع رعب الخميس. والحكاية تبدأ من عند سما طفلة عندها 7 سنين. وفي يوم كانت واقفة هي ووالدها من الشباك، وعشان تقول له بابا بابا هو مين اللي واقف هناك ده، وكانت بتشاور ناحية آخر السور. والسور ده هو اللي كان بيحوط بيتهم أو بيت أخو والدها ناصر، عشان والدها يبص مطرح ما هي شاورت بس ما يلاقيش حد. فقال لها هو فين ده يا سما ومين أصلا، عشان تقول له أنا لما شاورت لك عليه جري بسرعة. ولما سألها والدها عن شكل الراجل ده قالت له إن هو كان لابس قميص أبيض وكان طويل شوية، بس الغريب اللي قالته إن هو كان لابس ماسك أو ملهوش ملامح. والغريب إن قالت إن هي مش أول مرة تشوفه، ومن أول ما جينا البلد هنا وهي كل يوم بتشوفه بالليل. كل ما بتشوفه واقف عند السور بيبص لها. سما طفلة وعندها 7 سنين، ودي تاني أو تالت مرة تيجي فيها البلد. ووالدها ما بيجيش البلد كتير من يوم ما والده ووالدته توفوا، وهو كان ليه بيت في البلد بس باعه عشان حياته كلها في القاهرة. أخوه اشتراه وهو وقراطين الأرض اللي قدامه. والسما دي كانت المرة الأولى إن ليها تيجي هنا، وهي نقدر نقول عليها كبيرة ومدركة، بس ده ما يمنعش إنها عيلة وعندها خيال أكبر. جايز تكون شافت راجل عادي معدي، فعشان خيالها واسع فحتى التفاصيل مش موجودة. وده جايز برضه يكون مش زعل، لأن عاصم ومراته ربنا ما رزقهمش بأطفال، فهي برضه مش لاقي حد من سنها عشان تلعب معاه كده. فحاول الأب ياخدها على قد عقلها ويقول لها طيب ماشي يا سما، لما تشوفي تاني الشخص ده يبقى شاوريلي عليه على طول. بس الأب ما توقعش استجابتها إن هي سريعة كده، عشان في نفس الليلة الساعة 2 بالليل تصحي والدها عشان تصحيه وتقول له بابا بابا الشخص واقف هناك عند السور أهو. والأب قام جري من نومه علشان يبص بسرعة من الشباك، بس برضه ملقاش حد، علشان يزعق لسما ويقول لها هو أنت بتهزري؟ أنت مصحياني من النوم عشان برضه مفيش حد. قالت له يا بابا والله كان واقف هناك. ومع ذلك زعق لها غصب عنه لأنها كانت مصحياه من عز نوم. والأب مخدش وقت كبير عشان يرجع في النوم، ولما صحي من النوم لقى إن بنته قاعدة على السرير جنب رجله، ويقول لها سما انت ما نمتيش؟ حركت راسها كده وقالت له لا، ان هي ما نمتش. فسألها قال لها طب ليه ما نمتيش؟ قالت له اصل الراجل المخيف فضل واقف طول الليل عند السور بيبص لي وكان بيشاورني ان انا اروح له. خفت انام وجريت قعدت عنده. فوقتها الاب بنته صعبت عليه وخدها في حضنه وطبطب عليها وقال لها ان هو اسف. ومرات عصام اخوه وقتها كانت قامت من النوم وقامت حضرت الأكل زي كل يوم، وقعدوا كلهم يفطروا في أجواء ريفية بقالهم كتير ما عاشوهاش. وقتها سما ما كانتش بتاكل كويس وهو لاحظ ده، فقال لها إيه يا سما مش بتاكلي ليه؟ عشان تقول له إن هي مش جعانة. كانت صعبان عليه وهي في الحالة دي. بعد شوية عملوا الشاي وقعدوا قدام القعدة اللي قدام البيت، والأب كان بيبص على بنته اللي كان شكلها مرعوب لسه ووشها مخطوف، علشان وقتها يفتكر السؤال اللي في دماغه ويسأل عاصم أخوه ويقول له هو مين اللي ساكن في البيت اللي عند آخر السور. عشان عصام أخوه يرد يقول له مش ساكن فيه، ولسه هيكمل تقوم مراته مقاطعاه وتقول بتسأله ليه هو في حاجة، وكان باين على وشها إن هو في حاجة مش طبيعية. علشان عصام يبص لها بنظرة اللي هو اسكتي ويكمل كلامه يقول مفيش حد ساكن فيه. فسكت الأب شوية وحس إن الموضوع غريب، علشان عاصم يخرج شغله العصر ومراته وبنته سما يروح يجيبوا حاجة حلوة لسما زي ما قال لمراته علشان تفك وكده وتخرج من المود اللي هي فيه. الوقت ده مرات أخوه جت وقعدت جنبه وتقول له هو أنت كنت بتسأل على البيت ليه؟ هو في حاجة؟ علشان يقول لها لا مفيش حاجة، وبعد كده يسكت شوية ويقول لها بصي هو بنتي سما قالت إن هي شافت شخص عند السور. فردت عليه وقالت له ملامحه ممسوحة صح؟ علشان يتعدل الأب ساعتها ويبص لها يقول لها علشان ترد عليه مرات عاصم وتقول أنا قلت لعصام إن أنا بشوف الشخص ده وهو ما صدقنيش. ولسه هتكمل يقطع كلامه السلام عليكم. دي تبقى سما ومراته رجعوا تاني من بره. سما كانت جاية وكان معاها شنط فيها حاجة حلوة كتير، وده كلام الأب اللي قاله لمراته تعمله علشان ينسي سما ويفكها من الموضوع ده. إن الأب كان فاكر إن الموضوع متهيألها، بس واضح كده إن هو حقيقي، لكن معرفوش يكلموا في الموضوع تاني. واليوم يعدي ويجي الليل علشان الأب يصحى من النوم وهو بيتقلب يبص ما يلاقيش سما جنبه. أصلها بتنام جنبه اليومين دول من يوم
ما شافت الشخص ده، بس هي راحت فين علشان وقتها يقول لمراته ليلى هو انت ما شفتيش سما؟ تقول له لا ما شفتهاش، هتلاقيها قاعده هنا ولا هنا ولا ممكن تكون قدام البيت بتلعب. قالت له الكلمتين دول وكملت نوم عادي جدا. بس الاب قام من مكانه وبص من الشباك جايز يشوف سما هنا ولا هنا، علشان يتفاجئ يا مجرمين بان سما ماشيه ناحيه السور اللي كانت رايحه للبيت اللي ما فيهوش حد، واللي خلت والدها قلبه يتقبض وقعد ينادي عليها. بس مع الأسف هي ما سمعتوش، علشان ينزل من البيت جري ويجري وراها علشان يلحقها قبل ما تدخل البيت. بس مع الأسف هو ما لحقهاش. ساعتها الأب قعد يتلفت حواليه وتسيب أعصابه لما يسمع صوت صرخ بنته وهي جاية من البيت، وعشان يدخل البيت وراها بسرعة ويلاقيها إن هي قاعدة على الأرض وحاطة إيديها على ودانها ومخبية وشها وهي عمالة تصوت وتصرخ في الضلمة. فساعتها يقوم الأب ماسكها يقول لها يا سما سما يا حبيبتي أنت كويسة، وشالها وخدها في حضنه. هي مكملة عياط ومفيش على لسانها غير جملة واحدة: سارة وحسين اتحرقوا. سارة وحسين اتحرقوا. أب وقتها ما كانش مدرك مين سارة وحسين دول أصلا. كل ما يلمسها تقوم تصرخ بأعلى صوت، وقعدها قدامه وقال لها يا سما يا حبيبتي في إيه؟ بصت حواليها وكأنها بتدور على حد، وهي بتقول له بصوتها كله وجع تعالى نطلع من البيت ده يا بابا. طلعوا من البيت فعلا، والأب وقتها لاحظ إن البيت فيه علامات كتير سودا كأنه ولع من فترة. طلع فعلا الأب وسام من البيت وراحوا تاني لبيت أخوه عاصم علشان يلاقي عاصم ومراته وليلى صاحيين واقفين قدام البيت. الأب ما كانش عارف هما صحيوا بسبب صوته وهو بينادي على سما ولا صوت عياط سما اللي كان عالي. وعشان أسألها تاني إيه اللي حصل يا سما، وتمسح دموعها وهي بتقول أنا كنت بلعب مع سارة وحسين. سارة وحسين؟ سارة وحسين مين؟ ساعتها لاحظ إن مرات أخوه بتبص لسما قبل ما ترد. سما قالت هما قالوا لي إن هما ساكنين في البيت اللي هناك، وشاورت ناحية البيت الفاضي اللي هما كانوا لسه خارجين منه. بعدين سما كملت وقالت تيجي تلعبي معانا عند البيت، ده بابا عايز يشوفك. فعلا راحت معاهم بس باباهم ما كانش موجود. وفجأة لقيت إن البيت ولع مرة واحدة. عشان يقول لها أبوها البيت ولع إزاي يعني؟ ده أنا كنت جاي وراكي بالظبط، إزاي ولع؟ مفيش حاجة ولعت. علشان تكمل سما وتقول النار مسكت في سارة وحسين، باباهم خدهم وسابني وانا النار حرقتني قوي يا بابا وجسمي بيوجعني قوي. فضلت برضه تعيط. حالة من عدم التفاهم كانت مسيطرة على المكان كله، محدش فاهم حاجة. ولما الأب حضن سما لاحظ إن فعلا في علامات في جسمها، مش هنقول حروق بس عارف لما تتلسع والعلامات دي تكون محمرة كده. هو ده بالظبط اللي كان موجود على جسم سما يا ملهمين. كان في كذا جزء في جسم سما نفس الشكل. وطبعا محدش في اليوم ده عرف ينام من الكلام اللي قالته سما. وليلى مراته كانت خايفة جدا على سما وكانت عمالة تقول له يلا نسافر يلا نروح. بس الأب كان مصمم إن هو يقعد وعايز يفهم إيه اللي بيحصل. فيروح لمرات أخوه ويقول لها أنت كنت عايزة تحكي لي حاجة امبارح، احكي لي كل التفاصيل، فهميني في إيه. مرات أخوه تاخد نفسها وتقول قلت لعاصم 100 مرة وهو ما كانش يصدقني. البيت ده كان ساكن فيه مدرس محترم واسمه مكرم، كان عايش هو ومراته ومعاه عيلين سارة سي. فجينا في يوم إن البيت ولع فجأة، كانت ساعة المغربية كده، والبيت كان فيه سارة وحسين وأمهم. شفته ساعتها أستاذ مكرم وهو بيجري ناحية البيت علشان يلحق عياله أو مراته حتى، علشان بعدها نشوف أصعب مشهد ممكن حد يشوفه. الراجل خارج من البيت والنار ماسكة فيه وهو بيصرخ، وكانت النار ماسكة في كذا جزء من جسمه وأهمهم شعره. منظر الجلد وهو كان بيدوب كان شكله مرعب، علشان الأب يتخيل المنظر وجسمه كله يقشعر حرفيا. عشان تكمل مرات أخوه وتقول وكان شايل على كتفه جثتين طفلين وهم بيولعوا. تحمل النار اللي شايلها على كتفه ازاي محدش يعرف، علشان يجري بيهم ناحية الترعة ويقوم ينط بيهم في الترعة عشان يحاول يطفيهم أو ينقذهم. لكن الناس قالت إن النار خلصت عليهم ومحدش يعرف، والعيلة كلها الله يرحمها للأسف. سكتت شوية وبعدين قالت ومن ساعتها وأنا بقول لعاصم إني بشوف عم مكرم ملامحه كانت ممسوحة زيها زي يوم الحريق، بس دايما كان عاصم يرد عليا يقول لي بطل الجنان والتخلف اللي انت فيه ده. كلامها صدم الأب واتأكد فعلا إن بنته بتشوفه ده مش تهيؤات، علشان ياخد القرار إن هما بكرة الصبح هيسافروا ويروحوا بيتهم. الأب كان خايف ينام لسبب هو مش عارفه، واخد سما في حضنه لكن النوم يغلب عليه ويغفل لثواني علشان يصحى على صوت فريد. فريد هو فين سما؟ هي سما فين؟
بس حواليه فريد وملقاش سما. ساعتها يصحى عاصم ومراته على صوت زعيقه هو وليلى، علشان فريد يجري زي المجنون ناحية البيت، علشان فريد ساعتها يقلب الشقة على سما ويبص ورا السرير ويبص جوه الدولاب، لكن ملقاهاش. وقال يا رب يا رب ما يطلع اللي في دماغي. لكن ما كانش قدامه خيار تاني علشان يخرج من البيت زي المجنون، وعاصم ومراته وليلى خارجين ورا منه ويقولوا له انت رايح فين؟ وفريد لسه بيجري زي المجنون علشان يتجه ناحية الترعة ويبص ناحية العمود الوحيد اللي منور عند الترعة علشان فريد ويشوفه أول مرة عند العمود اللي عند الترعة، شكله المرعب وملامحه الممسوحة وسما قاعدة تحت إيده. وللأسف ما كانتش قاعدة تحت إيده، لأ ده كان ماسكها وبيحاول يغرقها، عمال يطلعها وينزلها جوه الترعة علشان الواد أول ما يشوف المنظر ده قلبه يوجعه على بنته، ومن غير ما يفكر نط في الترعة وكان بيحاول يلحق بنته، عمال يحاول يقرب منه. بس لما نزل فريد المية الشخص ده حط ايده على بنته ونزلها تحت وما بقاش يطلعها وينزلها زي ما كان بيعمل، وهو برضه بيحاول ينقذ بنته وبيجري عليه وبيقول له أرجوك أرجوك سيبها. كان بعيد عن بنته للأسف وما كانش عارف يطولها، وهو عمال يحاول بس يقرب منهم. سما عمالة تغرق وعارفيا كانت بتودع الحياة علشان يقطع صوت عاصم أخوه وهو بيقول سيبها هي ملهاش ذنب، علشان يلتفت عليه الشخص ده وهو بيبص لعاصم وبدأ يسمعه. ركز معاه لدرجة ساك سما اللي ظهرت على وشه المية وبدأت تكح وتصرخ، وعاصم مكمل كلام قلتلك يا مكرم، قلتلك 100 مرة انت مدرس محترم، هتحتاج كام الإيراد دول تعمل بيهم ايه؟ قلتلك بيعهم لي وانا اضيفهم على الإيرادين اللي عندي وازرعهم على الأقل استفاد بيهم، وانت رفضت ومحدش يعرف الظروف عاملة ازاي. اتحايلت عليك مرة واتنين وتلاتة وانت برضه رفضت. وقتها فريد استغل الكلام ده وتركيز الشخص ده مع عاصم، وكان قاعد بيحاول يقرب لبنته. كان كل اللي عايز يعمله إن هو يتحرك ناحيته بهدوء ويحاول يسحب منه البنت على الأقل. ده اللي كان في دماغ الأب بس عشان يكمل أخوه كلامه ويقول أنا عارف إن كل جمعة بتاخد عيلتك وبتمشي وتروح عند قرايبك، علشان كده رحت البيت اليوم ده وما كنتش أعرف إن في حد فيه. والله علامات التعجب كانت ظاهرة على وش الكل، وفريد مش مصدق إن أخوه عمل ده. ازاي عاصم يعمل حاجة زي كده اصلا؟ وقتها مكرم بدأ يعيط وعياطه قلب لندم وانهيار، لكن مع الأسف رجع يغرق سما تاني. بس المرة دي فريد كان قرب منهم جدا لكن برضه مش هيلحق. وعاصم كمل وقال انا عارف ان انا سبب في موت عيالك التلاتة، تلاتة، عارف ان مراتك كانت حامل، بس ربنا جاب لك حقك يا مكرم. علشان وقتها يبص عاصم لمراته وهو بيقول الكلام ده، ساعتها وشها اتغير وبصت له هي بتعيط وبتقول علشان كده يا عاصم كل ما بحمل الطفل بيموت في بطني يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ورغم كده كمل عاصم وقال انا نازل لك سيب البنت وخدني انا نازل لك بس سيبها. وفعلا مكرم ساب البنت ومستني عاصم إن هو ينزل، وفريد كان قرب جنبها خلاص، وعاصم قال له خدها يا فريد خدها بسرعة. وبدأ يلف في ظهره للترعة ويحاول يضحك على مكرم ومنزلوش، علشان وقتها يشد فريد سما بسرعة ناحيته وعاصم يلف ظهره للترعة ويخرج براها. بس فجأة فريد يشوف جسمين ورا عاصم بالظبط. فريد ما شافش ملامحهم كاملة بس كان بيلمحها بالإضاءة الخافتة بتاعت العمود اللي كان منور المكان، علشان فريد وقتها يشوف منظر طفلين مشوهين وفي نفس الوقت في مية بتسيل من جسمهم، عشان يشوفهم بيقربوا من عاصم أخوه اللي فضل يرجع من الخوف بعيد عن الترعة، ويسمع صوته وهو بيقول لا ابعدوا عني. ودي آخر جملة سمعها فريد لأخوه عاصم قبل ما يقع في الترعة، علشان يفضل يغرق عاصم وهو بيستنجد بأخوه. لكن للأسف ما كانش في وقت غير إن هو ينقذ فيه سما بنت اللي كان مغمى عليها تماما. وفضل فريد يخبط على صدرها وهو بيقول لها قومي يا سما قومي بالله عليك انا ماليش غيرك. سما كحت ونزلت الماء من على صدرها الحمد لله، وبدأت تعيط عشان وقتها فريد ياخدها في حضنه ويطبطب عليها عشان بعد منها ياخدهم ويمشوا ويرجعوا القاهرة. وفريد زعلان على أخوه اللي غرق وما كانش يتوقع إن أخوه يعمل حاجة زي كده في يوم من الأيام، وللأسف كان بيحلم بيه، كان بيشوف كوابيسه ويشوفه هو بيطلع له بيقول له كده يا اخويا كده تسيبني انا وبغرق. على العموم يا مجرمين الموضوع عدى عليه فتره، بيقولوا من ساعتها اهل البلد ان هو الشخص ده ما بقاش يظهر تاني، علشان سبب ظهور الشخص ده اتوفى خلاص، ومرات اخوه عاصم اتجوزت شخص غيره.
وما كانتش عايزة أي حاجة من ورثه ولا البيت ولا يراتين الأرض. وفضل فريد وعيلته ما يروحوش البلد لفترة كبيرة لحد ما ربنا رزقهم بزياد اللي بقى عنده 5 سنين. علشان زياد وقتها يزن على أبوه ويقول يا بابا أنا عايز أروح البلد نفسي أشوفها. فالأب قال مش مشكلة نروح يومين نفسك فيهم شوية. والموضوع عدى عليه سنين وفعلا راح بيت أخوه اللي مراته مخدتش منه أي حاجة علشان هما قاعدين بالليل يسمعوا زياد وهو بيقول بابا هو مين الشخص اللي واقف هناك ده؟ علشان وقتها فريد يسأله ويقول له واقف فين ده؟ وشكله عامل ازاي؟ واللي افتكروا الأب إن زياد هيقول نفس الوصف اللي عينيته سمع عشان يرد عليه ويقول له راجل ولابس جلابية وشه منفوخ وأزرق وجسمه عمال ينقط مية أكنه كان بيعوم في الترعة. وقتها فريد سكت شوية عشان حس برعشة في جسمه. فريد عارف كويس مين الشخص ده عشان يتخيل شكل أخوه بيقول كده يا أخويا كده تسيبنا نغرق.